إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا جاية لكم النهاردة بهدية ليا وليكم، لكل ست ولكل راجل، لكل حد الدنيا تعباه وصحته مش قادرة وما عادش قادر على شغل البيت ولا قادر على شغله في العمل. هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر أفضل من خاتم. ربنا يتقبل مني ومنكم صالح العمل ويرزقنا الطاقة والقوة على الطاعة وعلى العمل وعلى كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، شغل البيت وعلى تربية أولادنا وعلى الطاعة والصلاة والقيام الليل. عندي علاج لده كله إن شاء الله، ولكن بعد ما تصلوا على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا من علمتنا الخير كله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لما تعبت من العمل وايديها اتبرد من كتر الراحه، من كتر الشغل على الراحه وطحن الحبوب، فطبعا ست وكانت بتقوم بمهام بيتها، وكانت الزهراء حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما تزوجت وبدات تنجب فبدات تقوم باعمال البيت زيها زي اي ست تانية. فسبحان الله يعني شق ذلك عليها، وكانت تعبانه وايديها تعبت والتهبت واتبرد من كتر العمل على الراحه. فسيدنا علي بن ابي طالب وكان فقير يعني على قده، سبحان الله يعني سيدنا علي لما جيت اقدم للسيده فاطمه عشان يتجوزها ما كانش عندهم غير اناء بياكلوا فيه واناء بيشربوا فيه وفرشه يناموا عليها، فكان سيدنا علي رقيق الحال. هقول لكم الحديث زي ما ورد عن سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، ان فاطمه عليها السلام شكت ما تلقى من اثر الرحى، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشه فاخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا. طبعا من اللي بيتكلم؟ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فذهبت لأقوم فقال على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذتما مضجعكما فكبر الله 34 وتسبح 33 وتحمد 33 فهو خير لكما من قادم. رواه البخاري. أول ما نقوي إلى فراشنا كده نقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 كده، يبقى احنا تممنا ال100، وده أفضل لك من خادم. لو عملت كده ونمتي هتقوم الصبح فايقة ونشيطة وجسمك فيه قوة. هنشوف بقى سيدنا علي عمل ايه وستنا فاطمة عملت ايه. يقول سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه فوالله ما تركت هذا الذكر أبدا، ما سابش الذكر ده أبدا أبدا. فواحد من الصحابة بيقول له ولا يوم صفين، يعني يوم صفين، يوم حرب صفين او غزوه صفين ما تركتوش؟ قال ولا يوم صفين، حتى في اليوم الصعب دوت اللي كان في حرب وغزوه برضو والله ما تركت هذا الذكر. قالت السيده فاطمه بتقول كنت لا اشعر بتعب او كلل او ملل أو سآمة بعد ذلك، يعني لا زهقت من الشغل ولا سأمت من الشغل ولا تعبت ولا كانت بتكل ولا تمل من التعب. احنا سبحان الله اليومين دول الواحد يقوم يعمل شغلانة ويتعب، يعمل حاجة ويتعب، يمشي خطوتين يتعب. لا، عشان احنا مقصرين في حق نفسنا، احنا ما خدناش العلاج الصح. نعمل كده ان شاء الله، اوصيكم واوصي نفسي من النهارده هنعمل كده باذن الله. اول ما تيجي تخش او يا اخي تخش على سريرك عشان برضو تقدر انت كمان تواصل عملك او تعب عشان تصرف على بيتك وعلى اولادك. اي اخت برضو عشان تقدر على شغل بيتها وتربيه او اولادها وتعليمهم ومذاكرتهم ومشاورهم وشغلهم تعمل كده. لما تقوى الى فراشك قولي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34 ان شاء الله ما تحسش بتعب ولا ارهاق ولا مجهود ولا اي حاجه، وربنا يدينا الصحه والقوه والطاقه. سبحان الله. دي وصفه كان النبي صلى الله عليه وسلم اداها لمين؟ لبنته الزهراء حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم والحبيبه وصفيه واقرب الناس له سيدنا علي بن طالب رضي الله عنه وارضاه. الوصفه ديت النبي قدمها لحبايبه وانا بقدمها لنفسي ولاصحابي والاحبابي، وندوم عليها ان شاء الله ما ننقطعش منها ابدا. ويكفينا سبحان الله ان ذكر الله عموما كله خير وبركه، ذكر الله فيه طاقه وقوه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران ايه؟ واذكروني
اذكركم. فاي ذكر من الاذكار لازم يكون في خير، سواء احنا عارفين فضله او مش عارفين، فنكثر من الذكر ونكثر من التسبيح والتكبير والتهليل ولا حول ولا قوه الا بالله، والصلاه على النبي فيها تكفير كل الذنوب. فاي حد عنده مشكله يا حبايبي ما يسالش حد اعمل ايه، ربنا مدينا العلاج. عارفه انت زي بالظبط اللي عندك في بيتك كيس او شنطه مليانه علاج لكل حاجه، بس انت مش عارفه تاخدي ايه منها. تمام؟ فاحنا كل العلاج موجود عندنا. اللي عنده هم او كرب او ضيق يكسر من الاستغفار، ربنا هيفك كرب. اللي مش قادر يشيل المسؤوليه، مش قادر يشيل الحمل، عنده هم مش قادر يشيل، يقول لا حول ولا قوه الا بالله. اللي عنده هم من هموم الدنيا يكسر من الصلاه على النبي، اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. احنا معانا العلاج والله، وحاجات بسيطه وسهله، مجرد حبه اذكار. فسبحان الله، ذكر الله عموما يعطي الطاقة والقوة في البدن وفي الذاكرة وفي الإيمان، والقوة على الطاعة والقوة على الاستمرار والقوة على الصبر على البلاء، كله في ذكر الله. سبحان الله، ربنا بيقول في القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فاللي ما بيذكرش ربنا بيجيب لنفسه الضنك والخنقة في الدنيا، ويحشر كمان يوم القيامة أعمى. اللهم عافنا واعف عنا يا رب. أحد السلف الصالح يقول: والله إني لأعلم متى يذكرني الله. ايه ده؟ امتى بتعرف ازاي متى يذكرك الله؟ لان ربنا قال في القرآن: اذكروني اذكركم. فكان اول ما يذكر ربنا يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيذكره في الوقت ده. فسبحان الله، شفتوا الثقة واليقين والقرب من ربنا سبحانه وتعالى. اما قرأتم قول الله تعالى: فاذكروني اذكركم. ربنا يجعلني واياكم من الذاكرين، ويتقبل مني ومنكم صالح العمل. بسرعة كده وفي عجالة نعمل ايه عشان يبقى لنا افضل من خادم؟ انا ان شاء الله باذن الله نويت من النهارده باذن الله ما اسيبش الذكر ده ابدا، لان فعلا الواحد محتاج له على شغله، محتاج له على بيته، محتاج في انه يبقى قادر يقوم يصلي وقادر يصوم، قادر يطيع ربنا. ده كله هيبقى عون لنا جميعا. نقول ايه قبل ما ننام؟ سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34. ده افضل من خادم ان شاء الله. وربنا يديني واياكم الصحه والعافيه والطاقه على الطاعه وعلى العباده وعلى تربيه اولادنا، ويصلح احوالنا جميعا يا رب ان شاء الله. اشهد الله اني احبكم في الله. اللهم ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او تقصير او نسيان فمني ومن الشيطان. واسال الله العظيم رب العرش العظيم الا يجعلني جسرا تعبرون به الى الجنه ويلقى به في جهنم، واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان ينتشر وكل الناس تعرف العلم النافع ده اهو. وما تنسوش اللي مش مفعل الجرس يفعله على الكل عشان كل حاجة اعملها توصل لكم في ساعتها ان شاء الله. واللي اول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل الجرس. وربنا يتقبل مني ومنكم صالح العمل. ودلوا الناس على القناة، الدال على الخير كفاعله، لأن يهدي بك الله رجلا خير من الدنيا وما فيها. وربنا يتقبل مني ومنكم صالح العمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.